من الناتج المحلي الإجمالي. إيران هي الدولة الثانية عشرة في صناعة السيارات عالميا والأولى على مستوى الشرق الأوسط. هذه الصناعة التي توفر نحو نصف مليون فرصة عمل للإيرانيين تعرضت لعقوبات أمريكية استهدفت قطع الغيار وعملية تحويل الأموال. مراسلنا في طهران عمر هواش زار أكبر مصانع السيارات في إيران وعاد بالتقرير التالي. اركب مما تصنع قد يكون المثل الأكثر واقعية وأنت تجول شوارع العاصمة طهران. قلما تجد هنا سيارة غير إيرانية، فالسعر أقل من السيارات المستوردة وشراؤها دعم للإنتاج الوطني. منذ 50 عاما تعمل هذه الأذرع دون توقف، فنحو 13 شركة إيرانية تضخ السيارات إلى الأسواق، تنتج نحو 1.5 مليون سيارة في العام. لكن الوضع ليس ورديا بالكامل، فالإنتاج هنا تعرض لسيف عقوبات أمريكية تركت آثارا سلبية على قطع الغيار المستوردة والمحلية، فكانت رحلة التصنيع حبلى بالتحديات. بدأت العقوبات تؤثر علينا منذ عام، بعد أن استهدفت قطع السيارات وموادها الأولية وعملية تحويل الأموال إلى الخارج، لكننا تجاوزنا ذلك بعلاقاتنا الجيدة مع بعض الدول وسرعنا إنتاج القطع، حتى أننا لم نتلقى قطعة واحدة من شركة بيجو منذ عام. لم تقتصر قصة التصدي للعقوبات على الالتفاف والمناورة وزيادة الإنتاج. أقامت طهران شركات مشتركة لإنتاج السيارات في دول كسوريا والعراق وتركيا، بحثت عن مستوردين جدد وطورت من صناعتها، فأنتجت سيارات تستهلك الغاز بدلا من البنزين، ووسعت دائرة التصدير فشملت نحو 30 دولة. بدأت إيران بتصدير السيارات منذ 8 سنوات، ونحن نصدر حاليا مئات الآلاف من سيارات البيجو إلى 30 دولة في العالم، في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط. عجلة التقدم في تصنيع السيارات تسير. سمنت هي السيارة الإيرانية الوطنية بامتياز. البيجو بمختلف أنواعها تنتج بقطع إيرانية بنسبة تصل 90%، إضافة إلى مختلف أنواع الحافلات والقطارات والعربات. إنها شريان الحياة الثاني في الاقتصاد الإيراني بعد النفط والغاز. إلى الأسواق الإيرانية أو الإقليمية تخرج هذه السيارات لتخوض جولات المنافسة مع السيارات العالمية. قد لا تنال الشرف المقدمة، لكنها سيارات بسواعد إسلامية صنعت في إيران. عمر هواش، فلسطين اليوم، طهران. نذكركم بعناوين النشرة قبل الختام.